السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا نبدأ بالكلام، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تدعموني، تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. طبعا انا غايبة عليكم بقالي كتير. النهاردة هنعمل ان شاء الله مربى فراولة مع بعض بطريقة جديدة وحلوة. هي ممكن ما تكونش جديدة قوي بس بالنسبة لي جديدة. انا هنا معايا 4 من كيس الجيلي، ومعايا كيلو من الفراولة. ف ومعايا سكر هيبقى احتياطي عشان انا مبحبش السكر الكتير عامه. اللي عايز يحط سكر، السكر دي حسب رغبه، انا حسب ما هتظبط معايا طعمها. فهعملها، فهغسلها وهرجع لكم تاني. انا كده نقعتها في الميه، شطفتها الاول، نزلت رملتها فبنقعها شويه عشان برضو لو فيها رمله. بعد كده اشطفها شطفتين وارجع لكم تاني. الباسكت ده طبعا انا جايباه للخضار، بيصفي جميل. اي حاجه بغسلها بكميات بحب احطها فيه عشان غويط. ممكن اشيل فيه عيش، اشيل فيه اي حاجه. هو بيع متوفر في اي محلات ادوات منزليه. جميل جدا. انا كان عندي واحد ذو اصغر منه، فكان بيساعدني في كل حاجه، يعني كنت حباه في كل حاجه. ف فانا بحب اجيبه عشان لو عندي كميات كبيره تبقى غوطه احسن، تبقى كده فوق الوش. هقطع بقى كده معاكم الفراوله. الفراوله عشان احطها، عايزه اقطعها مكعبات، اقطعها شرايح، اقطعها. آه انا حابه اقطع الفراوله كده عشان لو عملت كيكه، عملت اي حاجه. طبعا انا منطفاها. احطها كده واكلها يعني، او اللي عايزه تعملها هتعملها بالطريقه دي تعجبها قوي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كلتها مره عند اختي فعجبتني قوي، فقلت لها الطريقه ازاي، خدتها منها وعشان اعملها فقلت انزلها لكم معايا على القناه كده. عايزه الصبح تفطري بكريمه بالقشطه، جنبيها مربى، بس هي بطريقه جديده. مربى بالجيلي، عجبتني جدا. والسكر يا جماعه حسب الرغبه، اللي حابب الحاجه مسكره بيعملها حسب ما هو حابب. اللي مش حابب بيعمل حاجة محلية، حابب يعملها محلية براحته. صلي كده بينا على سيدنا محمد. طبعا وحشني الفيديوهات، بس الواحد غصب عنه زي ما انتوا عارفين العيشة صعبة. مفيش حاجة بتيجي بالساهل، حاجة غالية، فاحنا ما بنصدق نوفر. يعني طبعا اللي هيعمل مربى طبعا في البيت اوفر له من بطرمان المربى. دلوقتي كل حاجة بقت غالية، فاللي يقدر يعمل حاجة في البيت فيعملها او فله وتساعده على الغلاء اللي احنا فيه ده. فمفيش حاجة يعني، متهيألي عمايل البيت اوفر بقى من عمايل بره الصراحة. ويا رب يا رب يهون علينا الايام الصعبة دي. ونتمنى الغلاء اللي احنا فيه ده ينزل شوية، عشان العيشة والله بقت صعبة على الكل. الحمد لله على كل حال. وربنا يكرمنا يا رب ويلهمنا. آه، فربنا يهونها على كل متضايق يا رب، ويهونها علينا وعلى أمة محمد أجمعين. فالحاجة في البيت يا جماعة طبعا بتدي بكمية، غير ما بشتري بطرمان. البطرمان مش قادرة أقول لكم سعره كام عشان مش بشتريه الصراحة، يعني فين وفين لما اشتري، لو عندي حد يعني. فالواحدة اللي هي حاسة ان البطرمان غالي عليها، كيلو فراولة هيقضي الغرض. 2 كيلو هتقضي الغرض، اي حاجة هتقضي معاكي. العمايل في البيت اسهل بكتير واوفر. وطول ما الواحدة احنا عايشين ورانا ايه، ربنا يهدلنا اولادنا كده وينجحهم يا رب. ما تنسوش تدعوا للاولاد. احنا في امتحانات، ربنا معانا يا رب ويكرمنا ويساعدنا على الغلاء اللي احنا فيه، سواء دروس او سواء مصاريف، او سواء العيشه اللي احنا عايشينها والله. وربنا يرحمنا. ف بدعو كده لربنا يكرمنا والمحنه دي تعدي على خير. هقطعها وارجع لكم تاني. كده انا قطعتها
زي ما انتوا شايفين، زي ما يعني ولا مكعبات ولا شرايح، يعني زي ما جت معايا كده. اللي عايز يقطعها مكعبات صغيره يقطعها، اللي عايز يقطعها شرايح يقطعها. بس انا حابه التقطيعه دي عشان لو عملت كيكه، عملت اي حاجه او كلتها هوريكم، بس لما تخلص في الاخر هيبقى شكلها ان شاء الله عامل ايه. صلوا بينا كده على سيدنا النبي. تعالوا نحطها على النار مع بعض سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده بيها واحده واحده. هنوطي عليها تنزل السوائل بتاعتها. ونشوفها مع بعض. تعالوا بقى، انا بحب ايه احضر كده قبل ما الحاجه ايه تخلص، عشان ما يبقاش ايه افتح بقى ورق في وقتها. يا جماعه ما تنسوش تدعوا لكل الاولاد اللي بتمتحن، ربنا ينجحهم يا رب ويجيبوا مجموع في نص السنه، عشان يبقوا في اخر السنه كده مجموعهم حلو. اولادي برضو ربنا ينجحهم هم واللي زيهم يا رب. ينجح كل مجتهد طبعا، ويساعد كل واحد مش مجتهد شويه، عشان في كده وفي كده، فربنا يرضي القلوب يا رب، يرضي الامهات. في حاجه انا خدته، انا طبعا معايا 4 كيلو من الفراوله، هحط على كل كيلو كيس. طبعا بعد ما احط الجيلي، عشان تعرفين ان الجيلي بيبقى فيه سكر، هشوف برضو اظبط السكر بتاع المربى. الفراولة يا جماعة الفاكهة اللي موجودة في السوق استغلوها، عشان الفاكهة متهيالي ارخص حاجة، يعني ارخص حاجة بجد، ده ارخص من الخضار نفسه. يعني لما يكون الطماطم الفراولة ب12 جنيه، والبصل يوصل 10 جنيه، فالفاكهة طبعا مش كلها رخيصة، يعني يعني الفراولة حاليا، فاللي يقدر يمشي اقتصادي شوية يكون أحسن، وربنا يهون علينا العيشة الصعبة دي يا رب، والغلو اللي احنا فيه. أهم حاجة ربنا ينجح أولادنا، وكل حاجة بتعدي. الغلو إن شاء الله هيعدي، والحاجة ترخص تاني. نتمنى من الله، وربنا يكرمنا يا رب يكرمكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما الفراولة تغلي. تعالوا بقى كده نفتح عليها نشوفها ابتدت تغلي. طبعا ان شاء الله تغلي بس غلوة حلوة كده، ونروح حاطين الجيلي ونشوف السكر اللي هيناسبنا. يا جماعة مش هقول لكم برضو ان السكر حسب الرغبة. صلوا بينا كده على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدت تغلي حلوة اهي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. كده هنحط الجيلي ونشوف شكلها بقى ان شاء الله، ولونها هيبقى جميل. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال، بصوا الجمال، اللهم بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هنقلبها كويس عشان الجيلي لونها بعد الجيلي بقى لونها عامل ازاي. بصوا الجمال، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هندوق ونحط السكر بتاعنا، بس يتقلب كويس عشان الجيلي. هحتاج كده بمعيار حوالي من 4 ل5 معالق سكر كبار. ادي 1، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. 2، 3، 4، 5، ولو عوزت هزود.
انا معاكم خطوه خطوه اهي عشان تعرفوا تبقى سهله، عشان اللي يعملها هي جميله جدا ما شاء الله، الله اكبر. لا انا حسيت ان هي محتاجه سكر تاني عشان مزيزه شويه. هحط لها 3 معالق، يبقى انا حطيت 8 معالق بمعيار كوبايه الا ربع سكر. اللي عايز يا جماعه السكر حسب الرغبه، محدش يمشي على خطوايه في السكر، عشان السكر ده حسب اللي بيحب الحاجه محليه او بيحب الحاجه سكرها معقول. يا رب اللي يعملها سهله جدا، مش هتاخد منكم حاجه. هي دوب غلوه كمان بعد الجيلي والسكر كده عشان تبقى معقوده حلو. وبعد كده اقفل عليها، وطبعا الجيلي ما شاء الله يعني هيظبط الكلام لوحده. هنعمل ايه اهي، بصوا غليت ازاي فوق. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه. هي كده كده الجيلي ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هيدي الصوص اللي انا عايزاه كله. واقفل عليه اهو. هنفضيه بقى. طبعا انا حباه يبقى خفيف كده عشان هو هيتقل. طبعا انتوا عارفين اللي هو فيه جيلي فهيتقل. هفضيه كده معاكم واحده واحده. هفضيه معاكم كده واحده واحده. صلي بينا كده على سيدنا النبي. هفضيه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد ما عبيناها اهو في قلب البطرمان، ان شاء الله نحطها في التلاجة، والصبح نوريكم القوام بتاعها شكله بقى عامل ازاي ان شاء الله. بس ايه تتهوى كده معانا شويه، ونشوفها بعد ما جمدت هتبقى شكلها عامل ازاي. ادي بقى طبق الفراوله بتاعي تاني يوم اهو. شايفين سمكه حلو ازاي، ولا تقيل ولا خفيف. هو ده اللي انا عايزاه ان شاء الله. يتاكل مع كيكه، يتاكل مع كريمه، مع قشطه، اي حاجه. تنول ايدك في البيت. وادي البطرمان اهو. وده كان يومي معاكم النهارده. عملت مربى الفراوله بالجيلي، جميله جدا وخفيفه. والله احلى من بره بكتير كمان. وما تنسوش يا جماعه تدعموني وتشتركوا في القناه ودوسوا لايك، وتابعوني على الفيسبوك على الصفحه خديجه العواداتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.